ترجع من المهاجم ثم مخالفة. فتحين هل يفتح باب الشباك؟ يلعب التماس مع قل التصويب. المنتخب الجزائري تحرك في الدقائق الأخيرة بعد ضغط نسبي، وهو حال المنتخب التونسي اليوم المعفى في هذه الجولة. هذه كرة وهذا هجمة للمنتخب المغربي قبل ما تخرج، وممتازة العملية والتصويب والهدف الأول للمنتخب المغربي. الهدف الأول للمنتخب المغربي، ارتباك في دفاع المنتخب الجزائري في توقيت 21 دقيقة لعب. 1-0 للمنتخب المغربي بعد سيطرة نسبية كما قلنا خلال بداية الشوط. ونظن معاذ ضحاك هو الذي سجل وسدد التوقيت. هذه إعادة للعملية، وهذه التصويبة التصدي الأول من الحارس، لا هذه الثانية، هذه التصويبة الثانية، تصويبة الجلاء للمنتخب. هذه إعادة من الأول. التوزيع، المدافع يتدخل، تصدم بالقائم، هدف مقابل 0. كميل بن سولة حاول التمرير داخل المنطقة وعملية الدفع، والحكم يقول ما فما شيء. خالد نشاهد الإعادة، هذه الإعادة من كميل والمدافع في تداخل. هذه كرة مرة أخرى ورجع إلى الوراء ثم تتقص عكس الهجمة للمنتخب المغربي من إبراهيم غاليدي. في وسط الميدان كادت تتكلف المنتخب الجزائري هدف مغربي من نعيم بيار. التمرير ل 11 عثمان محمد، توزيع على مستوى القائم لول فمحمر. التنفيذ والحارس في دين الحارس سهله في اللياقه والطاقه باعتباره 5 مباريات في ظرف 9 ايام. هذه كره للمنتخب الجزائري والتدخل الدفاعي من يوسف الخديم. المنتخب المغربي من رشيد فتال لابراهيم غاليدي، التوزيع على مستوى القائمه الثاني. نعيم بيار 1-2. انس تجاورت التوزيع وتوصل ليوسف الخديم، ارضيه ممتاز التدخل. عمليه هذه اعاده من انس تجاورت، تجاوز الجميع، ما فماش تسلل الانطلاقه تاع يوسف الخديم، التوزيع ارضيه وتتجاوز انيس فتحين هو من سيتولى التنفيذ بالفعل، وكره عاليه فوق العارضه. مرمى من القائد انيس فتحين باليسرى، سدد الجانبيه للمنتخب المغربي. التوزيع بالراس والهدف الثاني لنعيم بيار. بالراس نعيم بيار يسجل الهدف الثاني في توقيت 38 دقيقة لعب. 38 دقيقة لعب. نعيم بيار للمنتخب، وهذه المخالفة التوزيع ونعيم بيار يصعد فوق هذه إعادة مرة أخرى للهدف ممتاز دون رقابة كما قلنا. نعيم بيار مقابل 0. مصر في أول ظهور لها في هذه البطولة، بطولة اتحاد شمال أفريقيا، كانت معفاة. وهذه العملية للمنتخب المغربي وتسديدة ضعيفة في دين الحارس. كانت هذه العملية وهذه الإعادة وهذه التسديدة ضعيفة، كانت ضعيفة. ورت ممتاز هذا اللاعب في وسط الميدان. دينامو وسط الميدان يبدل على اليمين على اليسار. وهذه كرة لمعاذ ضحاك. يقوم بالمراوغة الأولى، الثانية يتجاوز المدافع، التوزيع باليسر على مستوى القائمة الثاني، ومحاولة التسديد في مناسبة أولى ثم ثانية، والتصويبة للمنتخب الجزائري بعيدا عن منطقة الجزاء. هذه كرة مرة أخرى تدخل من الحارس قائد المنتخب الجزائري. سيطرة الجزائر في آخر 5 دقائق. هذه كرة للقائد والهدف ممتاز. الهدف من أنيس فتحين يفتتح باب التسجيل للجزائر، لأن الجزائر متخلفة للمنتخب الجزائري. إعادة للعملية ممتازة، تصويبة أرضية ساحقة ضد المنتخب الجزائري. هذه إعادة مرة أخرى، الترويض باليسرى والتسديد باليمنى في أنيس فتحين من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الجزائري. هذا معاذ ضحاك يسعد للتصوير، بعيدة من معاذ ضحاك. قويدر نهاية الشوط الأول. هذه عادة للتصويبة كانت بعيدة من يوسف الخديم. طب قبل هذا الكرة للمنتخب المغربي لرشيد فتال التوزيع، وكرة تخرج ضربة مرمى
للمنتخب الجزائري. محاولة التمرير لتونس. نتابع هذه العملية وهذه الهجمة الجزائرية ثم نعود إلى التشكيلة وراء الإيطالي. هذه كرة للمنتخب المغربي. عثمان معمى ولا تدوز ملاعبية. ريان قلي يتجاوز ويراوغ. ريان قلي التصويبة ممتازة من ريان قلي. ممتازة مجهود فردي. نتابع العملية. يسدد بقوة باليمنى وتحت والهجمة للمنتخب الجزائري. التمرير والتسديد في دين الحارس. في دين الحارس هذه العملية والتصويبة من كحيلي بن أحمد. كحيلي بن أحمد ثم ريان قلي التمريرة ضربة الجزاء. عملية ريان قلي يمرر ولا عملية الدفع واضحة من المدافع المغربي. هذه العملية واضحة. ضربة الجزاء صحيحة. عملية الدفع كانت النية ممتازة. هي التمرير من ريان. ضربة الجزاء. يتقدم كحيلي ويسجل 2-2 كحيلي بن أحمد في توقيت 60 دقيقة لعب. إذا إعادة توزيع الأوراق في هذه المباراة. 2-2 كحيلي بن أحمد اللي خذا مكانه في الشوط الثاني. الثاني للمنتخب الجزائري كحيلي بن أحمد دافع. وهذه كرة ترجع من الدفاع. بالفعل منذر عيون هو اللي خرج وخذا مكانه كحيلي بن أحمد. منذر على الجزائري ولا تدخل من أنيس تجاورت. ترجع مرة أخرى معاذ ضحاك. تبقى الكرة مغربية والبطاقة الصفراء. ضد خليفة أنتوني ثبتوا البطاقة الصفراء الثانية والحمراء. الحكم خالد قويدر حكم ساحة. أحمد الذويوي مساعد أول. يوسف وتنفيذ المخالفة للمغرب وممتاز التصدي وفما رفع عليه. نعيم بايار لأنس تجاورت. علي معمر التوزيع وما خذاش الكرة بالراس. ياسير زبيري إعادة للعملية. الحس الكرة قريبة اللعب البديل ثم أنيس فتاحين وممتازة العملية. التوزيع وفي دين الحارس في يوسف الأخديم على التوزيع على مستوى القائمة الثاني. مناسبة أولى ثانية ثم ازدواجية ومخالفة. وهذه إعادة للعملية على مستوى القائمة الثاني. تدخل الأول ثم ريان قلي عكس الهجمة بين زوز مدافعين. ريان قلي ويستعبيدر. هذه إعادة للعملية. انطلاقة حب يمر بين زوز لاعبين ولكن في الأخير المغربي توصل لعثمان معمى داخل منطقة الجزاء. 21 يسدد. التنفيذ على مستوى القائمة الثاني ممتازة بالراس لكن كرة المغربي لإضافة الثاني. هذه العملية هذه التوزيعة وبالراس. تغيير وجهة الكرة من اليمين إلى اليسار والتوزيع والتدخل الدفاعي. التدخل المغربي. هذه عادة للعملية مرت أمام الجميع. الهجمة والتوزيع والحارس والتدخل على وإنادي للصفراء. طيب خاصة قلنا وقت اللي كان مكتمل الصفوف يلعب ب 11. هذه كرة تصويبة قوية مرت محاذية للقائم من حاذة القائم الأيمن لمرمى أمين بوكمبوش. تبقى النتيجة متعادلة 2-2. مباراة صعبة. خالد قويدر تنفيذ المخالفة للمنتخب الجزائري وترجع وكرة تتفك مرة أخرى للمنتخب المغربي عكس الهجمة والهدف الثالث للمنتخب المغربي. الهدف الثالث إلياس بومسعودي أسعد الأنصار واللاعبين والفنيين. اللاعب البديل إلياس بومسعودي في الدقيقة 90 زائد 2 هجوم
هجوم معاكس، هجوم معاكس للمنتخب المغربي، والهدف الثالث من البديل إلياس بومسعودي سجل الهدف. هذه إعادة، نشاهد إعادة للهدف الثالث للمنتخب المغربي، هدف قاتل في توقيت قاتل، دقيقة 90 زائد 2، وهدف للمنتخب المغربي، فرحة كبرى فني. هذه كرة وهذه إعادة وهذه التوزيعة في ظهر المدافعين، يستلم الكرة يروض باليسار بومسعودي. هذه إعادة مرة أخرى تقريبا من وسط الميدان، التوزيعة من رفيق الأرغيوي. الأشباه